ازيكم عاملين ايه؟ يا رب الناس كلها تكون بخير. منتخب مصر بيأجل صعوده لنهائيات كأس العالم بعد ما تعادل مع بوركينا 0-0. منتخب مصر اللي بنسبة 99% وصل لنهائيات كأس العالم. بقى عندنا ماتشين في التصفيات، ماتش قدام جيبوتي وماتش قدام غينيا بيساو. هنلعب مع جيبوتي يوم 6/10 على استاد القاهرة، بإذن الله هنكسب ونصعد لكأس العالم. قبل ما ندخل في تفاصيل ماتش منتخب مصر مع بوركينا، في موضوع لازم نتكلم فيه، والقصة دي بقت الشغل الشاغل في الشارع المصري. أزمة مصطفى محمد مع كابتن حسام حسن، لحد إمتى هتفضل الأزمة دي موجودة؟ ولحد إمتى هيفضل كابتن حسام حسن اللي بقينا شايفينه بيتعامل مع مصطفى محمد بكل اضطهاد وكل تعنت؟ كابتن حسام كان عنده أزمة مع إمام عاشور أخدت وقتها، وإمام عاشور كان بيستبعد من قائمة منتخب مصر. الأزمة اتحلت ما بينه وبين كابتن حسام، وكنت بسطنا لأن إمام عاشور إضافة قوية لمنتخب مصر في تشكيله الأساسي. يعني إمام عاشور أحسن لاعب في مصر وإضافة قوية، فلازم نتبسط لأن دي مصلحة منتخب مصر. فنفس الكلام على مصطفى محمد. لحد إمتى الأزمة دي هتفضل موجودة؟ وهل مصطفى محمد كل ده ما خدش عقابه من كابتن حسام حسن؟ أولا، كابتن حسام حسن لو حضرتك مش محتاج مصطفى محمد معاك في المنتخب وشايف ان انت عندك احسن منه، ما تستدعوش تاني من فريقه. سيبه يكمل مع فريقه هناك، ما تجيبوش تاني منتخب مصر. دي اول حاجة. تاني حاجة، مصطفى محمد لما نزل في اخر 7 دقايق شفنا منه 3 فرص، ممكن يكون اتعامل فيهم بشكل سيء شوية. بس اللي يركز مع مصطفى محمد هيلاقي ان هو عنده ازمة نفسية. مصطفى محمد نزل ما عندهوش ثقة. ما ينفعش مهاجم منتخب مصر يبقى نازل ما عندهوش ثقة في نفسه حتى. فطبيعي ان انت كنت تشوف تصرفات مصطفى محمد في ال3 هجمات اللي ضيعهم، برغم ان في مبرر على فكرة. يعني مش هم دول ال3 فرص اللي احنا نقتل عليهم اللاعب، لا. بس الفكرة ان مصطفى محمد لو فايق ولعيب نازل بكامل تركيزه ومفيش اي معاملة سيئة من كابتن حسام حسن، كان ممكن يتصرف فيهم بشكل احسن من كده. فكابتن حسام حسن، انت عارف ان مصطفى محمد عنده مشاكل مع فريقه، وراجل في فرنسا بيتعامل بكل عنصرية وبكل اضطهاد من إدارة نانت الفرنسي، وكان عنده مشاكل وكان هيمشي. فلاعب ما ينفعش يجي منتخب مصر يلاقي المدير الفني بتاعه برضه بيعامله بكل تعنت وكل اضطهاد. انت مش محتاج اللاعب يا كابتن حسام، ما تجيبهوش تاني. لكن ما ينفعش المعاملة اللي انت بتعملها معاه دي، والعقاب ده لحد امتى هيخلص؟ فالازمه دي نتمنى ان هي تنتهي ما بين كابتن حسام ومصطفى محمد. يا اما لو انت مش عايزه وشايف ان في حد احسن منه، ما تجيبوش تاني يا كابتن حسام عشان نخلص من القصه دي. ماتش مصر وبوركينا، كابتن حسام حسن اول ما التشكيل نزل لقينا كل الناس بتنتقد كابتن حسام بسبب طريقه اللعب، سواء بالخطه او بعض اللعيبه اللي بدأ بيهم في التشكيل الاساسي. فنبتدي بالخطه. كابتن حسام حسن في ماتش اثيوبيا فتح الملعب وكان بيهاجم ب5 واوقات بيبقوا 7، لان كان عنده محمد حمدي ومحمد هاني اتنين بيطيروا على الاطراف، فبيزودوا نزعة هجومية. فالنهارده انت بتلعب مع بوركينا، منتخب صعب ومنتخب قوي وعلى ارض وسط جمهوره، وكان ماتش صعب جدا، والجمهور كان صعب قوي على لعيبة منتخب مصر. يعني احنا بنسمع من الشاشة وشايفين صوت الجمهور بيقلق اي حد، ما بالك ال11 راجل اللي كانوا في الملعب. فكابتن حسام بدأ ب5-3-2، ولما بيقلب، لما بيستخلص الكوره ويقلب ان هو يهاجم او يلعب على المرتده بصلاح ومرموش في بدايه الماتش، فالخطه بتتقلب ل3-5-2. فبعض الناس كانت بتتكلم على التشكيل او بعض العناصر. ليه محمد هاني بيلعب تالت جنب رامي ربيعه وخالد صبحي؟ ليه مش حسام عبد المجيد مثلا او عمرو الجزار؟ وليه احمد عيد؟ يعني ليه ما فيش مدافع تالت ومحمد هاني ولا مكان احمد عيد؟ بس بصراحه انا كان ليا راي تاني في القصه دي وما سمعتش حد يتكلم فيها. يعني هي وجهه نظر على قد ما انا بفهم في الكوره. محمد هاني قدم ماتش كويس، فانت في مكانك تمام، بس بدل احمد عيد زيزو. فكر فيها كده، زيزو مكان احمد عيد، ده مكان زيزو، وهيعمل جبهة قوية مع محمد صلاح. زائد ان محمد صلاح لما بيدخل لقلب الملعب، زيزو اللي هيبقى على الطرف اللي هو اصلا في مركزه، ممكن يعمل لك عرضية يقطم لجوه فصلاح يطلع لبره تاني يشوط. زيزو لعيب سريع، ولعيب عنده السرعة اللي تمشي مع العتاولة اللي كنا بنلعب قصادهم النهارده. لعيبة منتخب بوركينا يعني قويين جدا بدنيا وعندهم سرعات، فكان زيزو من بداية الماتش هيفرق. دي وجهة نظري. الحاجة التانية اللي كابتن حسام حسن راهن عليها كوكا ومروان عطية. الناس كلها بتهاجمه بسبب الاتنين لعيبة دول، بس هو راهن عليهم وكسب الرهان من من ارجل اللعيبة اللي لعبوا ماتش النهارده.
مروان عطيه بقاله 3 شهور ما بيلعبش، فازاي انت تجازف بيه وتبتدي بيه الماتش؟ راجل راجع من عمليه، اتمرن 3 4 تمرينات، فتبتدي بيه ماتش قدام بوركينا على ارض بوركينا، فدي مجازفه. بس رهان من كابتن حسام حسن وهو اللي كسبه، زائد كوكا ما بيلعبش مع النادي الاهلي، وفي بعض الاوقات اللي كان بيلعب باك شمال مع النادي الاهلي، فان انت تبدا بيه ماتش النهارده وسايب مهند لاشين ودونجا، فالناس برضو اتكلمت. بس كوكا كان برضو من ارجى اللعيبه اللي موجوده في المنتخب النهارده. فكابتن حسام حسن راهن على الاثنين دول، وهو كسب الرهان، قدوا ماتش كويس جدا، ومحمد هاني قدم ماتش كويس جدا. الفكره في ايه بقى؟ ان كابتن حسام حسن احترم منتخب بوركينا زياده عن اللزوم. الشوط الاولاني شفنا ما فيش اي هجمه على مرمى الشناوي، يعني بيستحوذوا على الكوره، بيوصلوا لحد ال 18 بس انت مأمن دفاعيا فما بيوصلوش. في الدقيقه 60 وكانت اول هجمه اللي محمد صلاح راح بيها وعطاها لتريزيجيه بالعرض، فكان المفروض صلاح يقطم ويشوط، وان دي طريقه لعب صلاح ودي اهدافه في ليفربول بنفس الطريقه دي. ما علينا من القصه دي، انت هنا هاجمت. ليه كابتن حسام حسن لما لقى مستوى بوركينا بيتراجع ليه ما طمعش في الماتش؟ والتغييرتين اللي قلبوا لك الماتش في اخر 10 دقايق، يعني مصطفى وزيزو نزلوا في الدقيقه 85، ليه ما نزلتهمش في اخر نص ساعه؟ كان هيفرقوا معاك وكنا ممكن نسجل هدف والتاني. يعني مصطفى محمد في 10 دقايق وصل له 3 فرص، هو وزيزو ومعاهم صلاح، فما بالك لو كانوا لعبوا نص ساعه كنا قادرين ان احنا نسجل. واحد من خط الظهر هيطلع، هنلعب باتنين، هنلعب عادي 4-2-3-1 او 4-3-3، طريقتنا الطبيعيه. والواحد اللي هيخرج ده كان هينزل مكانه مصطفى او زيزو، زائد ان كان اسامه فيصل هيطلع فينزل مصطفى محمد، فانت يبقى عندك نزعه هجوميه وتطمع في الماتش وتضغط منتخب بوركينا. واللعيبه كانت في الاخر خلاص شطبت، والمدير الفني بقى بيعمل تغييرات. فكان نفسي ان كابتن حسام حسن يطمع في الماتش، والتغييرات دي التغييرتين دولت بالذات زيزو ومصطفى كانوا يبقوا من بدري شويه، من الدقيقه 60 او 65، لا كانوا هيقلبوا موازين الماتش، ومش بعيد كنا نسجل هدف ونكسب ونصعد لكاس العالم بدري بدري. وكنا سيبنا الماتشين اللي بتوع شهر 10 دولت لكابتن حسام حسن يجيب لعيبه جديده يجربهم في المنتخب، وشايفين المنتخب المحلي بيقدم مستويات كويسه مع كابتن حلمي طولان، ممكن يشوف اللعيبه اللي بتقدم بالمستوى ده وتصعد للمنتخب الاول، وكان يبقى في احوال تانية. بس قدر الله ما شاء فعل، واحنا كده كده وصلنا كاس العالم باذن الله خلاص. فهي الفكره في كده، ان كابتن حسام حسن كان نفسي ان هو يطمع في الماتش النهارده، وان هو يحاول ان هو تغييراته تبقى بدري، وكنت تقدر انت تسجل هدف والتاني. يعني عايز اتكلم على كام لاعب الناس كلها بقى طلعت انتقدت فيهم وانا منهم بصراحه، بس النهارده لازم ياخدوا حقهم. محمد هاني طول ما هو ورا بيدافع، محمد هاني كويس، سواء بقى انت بتلعبه سنتر باك تالت او بتلعبه باك رايت، طول ما محمد هاني قبل نص الملعب هو بيدافع كويس، ولعيب كبير ولعيب تقيل، وشفناه بيوقف لعيبه كبيره قوي قبل كده. محمد هاني مشكلته ان هو نص الملعب اللي قدام، يعني التلت الهجومي محمد هاني ما عندوش حلول، عرضياته مش كويسه، قراراته وحشه، فدي مشكلته. لكن في خط الظهر النهارده لما لعب، لا محمد هاني تحيه كبيره ليه، وكان نجم الشوط الاولاني. مروان عطيه وكوكا مستوى كبير جدا منهم، كابتن حسام حسن كسب الرهان بيهم، قدموا ماتش كبير، ما خدناش بالنا. يعني احنا لو مش عارفين ان الاتنين لعيبه دولت ما بيلعبوش اساسيين في فرقهم، واحد راجع من الاصابه وبنتفرج عليهم، مش هنحس ان اللعيبه دي غايبه بقالها 3 4 شهور ما بتشاركش، ولما كوكا بيشارك في بعض الدقايق. تحيه كبيره جدا لتريزيجيه. انا قلت في فيديو امبارح ان اتمنى الاقي تريزيجيه بادئ الماتش عن زيزو، بس كنت واثق ان كابتن حسام حسن هيبدا بتريزيجيه عشان لعيب خبره ولعيب كبير وقدم ماتش كبير قوي النهارده. تريزيجيه طلع في الدقيقه 85 اتبدل مع زيزو، 85 دقيقه تريزيجيه بيقتل على كل كوره، بيرجع لقبل نص الملعب مع مروان وكوكا، بيستخلص معاهم الكوره وبياخدها لحد التلت اللي قدام. فتريزيجيه قدم ماتش كبير النهارده. الف سلامه على مرموش، وان شاء الله اصابته تبقى بسيطه ويرجع بالسلامه. مرموش خرج في الدقيقه 7 ونزل اسامه فيصل. اسامه فيصل بقى ده قصته قصه، كل ما اشوف حد بيتكلم عليه يقول لك محطه 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 محطه، انا لو واقف في موقف مش هسمع كلمه محطه دي كتير. هو يعني ايه محطه؟ يعني ايه محطه؟ اللي الناس بتتكلم عنه ان محطه ده يعني بينزل لتحت في ال 18 لبره ال 18، فيفتح الملعب للجناحين ان هم يدخلوا جوه، فيعمل باص مع اللي جاي قدام منه. ايه ده بقى؟ هو ده المحطه؟ طب لو بالمنطق ده محمد شريف،
ده محمد شريف اصيع واحد يقوم بالدور ده. لو انت مش عايز مهاجم بمواصفات مصطفى محمد يبقى محمد شريف. محمد شريف اللي بيعرف ينزل لتحت ويفتح المساحة للجناحين اللي هم يضموا. محمد شريف اللي بيعرف ينزل لتحت يعمل باص مع اللي جاي قدام منه. محمد شريف اللي بيعرف يطرف، بيعرف يطلع على الطرف ويضم لاعب الطرف لقلب الملعب. محمد شريف الوحيد اللي عنده كل المميزات دي، لان هو في الاساس لاعب طرف. فلو احنا بقى بندور على كلمة محطة، ومحطة دي يعني هو بينزل لتحت يلعب مع زمايله، فهو محمد شريف مش أسامة فيصل يا كابتن حسام. أسامة فيصل نزل في الدقيقة 7، خرج في الدقيقة 85 ونزل مصطفى محمد. معرفش عمل ايه في الماتش، معرفش عمل ايه في الماتش. انا شفت له كورة واحدة، تريزيجيه رجع مع كوكا ومروان عطية، استخلص الكورة من بلاتي توريه قبل في نص ملعب منتخب مصر، وتريزيجيه قطع مشوار بيها 30 متر، لعبها لأسامة فيصل، فأسامة فيصل عطاها له تاني 1 2، فتريزيجيه عطاها له وتريزيجيه جرى خد مساحة فاضية. فهنا أسامة فيصل أبسط ما فيها هتداله في ظهر المدافعين. لا، أسامة فيصل رجع لنص الملعب، وفجأة لقيت الكرة بتتلعب لرامي ربيعة. دي الكرة الوحيدة اللي أنا شفت فيها أسامة فيصل. فلعيب أقل من إن هو يلعب ماتش زي ده. يعني أسامة فيصل ممكن تلعبه في ماتشات ضعيفة زي ماتش اثيوبيا عادي، مش مصطفى ريح مصطفى الماتش بوركينا. لكن أسامة فيصل ما يلعبش ماتش زي ده. أسامة فيصل مع احترامي ليه لعيب كويس والله، ولعيب يعني في مستقبل، وشفنا منه مستويات طيبة، بس في الدوري المصري مع البنك الأهلي. والناس لما كانت واخده الموضوع بطريقه او هزار، ان ازاي جناح ليفربول وجناح مانشستر سيتي بيخدموا على مهاجم البنك الاهلي. لا يا جماعه، هو مش هزار، هو ازاي فعلا. يعني احنا ناس واخداها بهزار وضحك، لا، خدها بجد. ازاي مصطفى محمد يبقى قاعد وصلاح ومرموش بيخدموا على اسامه فيصل؟ يعني ده بأني منطق وبأني عقل؟ فنتمنى القصه دي بجد يعني تضايق الواحد. وعموما مش بس عشان مصطفى، احنا اتبسطنا بأزمة كابتن حسام لما خلصت مع امام عاشور، لان في لعيبه بتبقى اضافه لمنتخب مصر. عاقبت اللاعب وخد جزاءه وخلاص واعتذر والدنيا ما فيش مشكله. يا كابتن حسام، انت زعلان من مصطفى محمد ان انت لما غيرته طلع على الدكه ما تعرفش بقى برطم ولا شوح ولا شتم؟ يا كابتن حسام، دي لعيبه العالم كلها بتعمل كده. اشمعنى مصطفى محمد؟ يعني اشمعنى انت واخد الموضوع قوي على صدرك كده وبشكل شخصي مع مصطفى، وفي تعنت واضطهاد منك؟ ما تحل الازمه يا كابتن حسام. كل التوفيق لمنتخب مصر، وكل التوفيق لرجاله منتخب مصر اللي قدموا ماتش كبير بصراحه. لعيبه رجاله 90 دقيقه بيقاتلوا على كل كوره. لو هم مش عارفين يسجلوا، فاللعيبه دي بتموت نفسها عشان ما يدخلش فيهم هدف. وكانت كل الخطوره بتقف من قبل ال 18، وما شفناش اي حاجه على مرمى الشناوي. فنعوض ان شاء الله، واحنا باذن الله وصلنا كاس عالم. نتمنى الاداء بقى يتحسن، مش عايزين بقى ايه نبص اصل احنا النتائج وصلنا كاس عالم، احنا وصلنا. هنعمل ايه بقى في كاس العالم؟ هنعمل ايه في افريقيا؟ انت رفضت منتخب البرازيل يا كابتن حسام، ماشي. البعض بيتفق معاك والبعض بيختلف، وانا مختلف معاك، لان انت تلعب ماتش برازيل ايه المشكله؟ ده ماتش للتاريخ. ويعني وان انت تختبر نفسك في ماتش قوي زي ده، زي ما شفنا قدام كرواتيا، خسرنا 4-2 بس لعبنا ماتش كويس قدام منهم. كفايه ان احنا سجلنا جونين في منتخب كرواتيا، فكنت تلعب ماتش البرازيل. والجزء الثاني ان انت هتلعب في افريقيا، فانت عايز منتخبات افريقيه، وهتلاعب نيجيريا منتخب قوي، فماشي مبلوعه. عايزين بقى الاداء يتحسن. كابتن حسام حسن على فكره هو عنده الميزه اللي هو يعرف يطور من اللعيبه ويخلي الاداء كويس. الاول ما كانش عنده وقت، وكان عندك وقت في شهر 6 ورفضت تعمل معسكر بسبب ان الاهلي في كاس العالم للانديه. كنت ممكن تاخد بقيه اللعيبه من غير لعيبه الاهلي وتجرب وتحاول ان انت تطلع احسن ما عندهم، وعندك فتره توقف 10 15 يوم براحتك مع اللعيبه، بدل ما انت بتعاني في الثلاث اربع ايام اللي قبل كل ماتش. فنتمنى اداء منتخب مصر يتحسن، وهنشوفوه مع الايام اللي جايه. عندك ماتشين في شهر 10 بقيه التصفيات مع جيبوتي وغينيا بيساو، وعندك ماتشين في شهر 11 ماتشين ودين استعدادا لكاس الامم مع نيجيريا ومع مالي. نتمنى الاداء يتحسن. ولو عندك عناصر مميزه في منتخب كابتن حلمي طولان اللي بيقدم ماتشات كويسه جدا، واللي يعني اول ماتش قدام تونس وتاني ماتش بتشكيل تاني كابتن حلمي طولان بيقدم لعيبه، يعني بيخلي كابتن حسام حسن اللي هو شوف واتفرج واللي يعجبك خده. فانت عندك كل الحريه يا كابتن حسام، وكل الامكانيات تاخد اي لاعب انت محتاجه. كل التوفيق لمنتخب مصر،
كل التوفيق لمنتخب مصر المحليين باذن الله في كاس العرب اللي بيقدموا ماتشات كويسه جدا. كان نفسي اتكلم عليهم في الفيديو ده بس عشان ما اطولش عليكم، ان شاء الله هعمل عنهم فيديو ونتكلم، لان المنتخب ده بامانه مع كابتن حلمي طولان بيقدموا مستويات رائعه، بيكسبوا تونس اول ماتش 1-0 وتاني ماتش 3-0. وعنده لعيبه مميزه، وكابتن حلمي صنع نجوم يرجعوا للدوري المصري يبقوا فايقين، وان شاء الله يبقوا اضافه لمنتخب مصر الاول. ده كان فيديو النهارده، باذن الله الفيديو عجبك. سلام عليكم.